برشلونة يقلب موازين صفقة حمزة عبد الكريم، ما موقف الأهلي؟ تستمر الأخبار في حال تداول بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الأسباني في ظل غياب أي خطوات رسمية تؤكد الصفقة. ما يقلب الموازين بشأن ما يتردد عن المفاوضات الشفهية ويؤجل أحلام اللاعب والده بالانتقال إلى أحد أهم أندية أسبانيا والعالم وبدء مرحلة احترافية جديدة في مسيرته الكروية. يبدو أن نادي برشلونة لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن الصفقة، إذا أكد مدير الكرة في الأهلي وليد صلاح الدين أن النادي الأسباني لم يرسل أي عروض رسمية حتى الآن، موضح أن أي مفاوضات يجب أن تتم ضمن إطار رسمي، ما يعني عدم وجود أي خطوة احترافية ملموسة بالنسبة لحمزة عبد الكريم حتى هذه اللحظة. رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد إيقاف الأهلي مفاوضات تعديل عقده. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد فعل اللاعب إمام عاشور بعد قرار مسؤولي النادي الأهلي بإيقاف مفاوضات تعديل عقده بشكل مؤقت بسبب مغالاة اللاعب في طلباته. وقال شوبير خلال حديثه التلفزيوني: إمام عاشور قال: تمام، ووافق على قرار الأهلي بعدما قرر النادي إيقاف مفاوضات تعديل عقده بشكل مؤقت، والآن هو يركز على برنامجه الغذائي بعد مرضه، وتم منعه من استخدام الهاتف والحديث مع زملائه كمان من جانب الجهاز الطبي.